بعد قرار الدولة المصرية يوم 21 مارس 2022 حضرتك خسرت 15% من قيمة فلوسك في يوم واحد. يعني لو كان معاك مليون جنيه حضرتك في يوم واحد بقوا 850 ألف جنيه. على النقيض حضرتك لو كنت اشتريت عقار وحضرتك دفعت مقدم 10% اللي هو مليون جنيه، حضرتك تقدر تكون في يوم واحد كسبت 1.5 مليون على المليون اللي معاك، فبقيت تمتلك 2.5 مليون قيمة استثمارية. طبعا الزيادة دي مش أول مرة تحصل ولسه هتحصل زيادة تانية، وأنا معايا انسايد انفورميشن بتقول كده إن حضرتك بعيدا عن زيادة السوق كله لسه العقار هيزيد مرة تانية والجنيه هينخفض قدام الدولار. والحمد لله النهارده في مطورين زودوا أسعارهم وفي مطورين لسه ما زودوش أسعارهم، واحنا كشركة ARG لسه معانا وحدات اكسكلوسيف بالسعر القديم لسه محافظين عليها. لو حضرتك حابب تخرج كسبان من وسط الظروف دي والقرارات دي كلها تقدر تكمل معايا الفيديو للاخر، ضروري جدا. اهلا بيكم، معاكم الاستشاري العقاري المهندس احمد رضوان الرئيس التنفيذي لمجموعه شركات ARG. ناس كتير بتسالني عن قرارات الدوله المصريه يوم 21 مارس 2022 ومدى تاثيرها على استثماراتهم وفلوسهم. طبعا الدوله المصريه خدت قرار صعب جدا بتخفيض الجنيه قدام الدولار، وده دايما بتتجه للدول ساعه ما تكون عايزه تواجه غلاء الاسعار والتضخم في وسط الحرب الدايره ما بين روسيا واوكرانيا. طيب تعالوا نتكلم عن تاثير القرار ده على اي حد معاه فلوس دلوقتي. ببساطه اي حد كان معاه مليون جنيه قبل يوم 21 مارس هم كان قيمتهم 65 ألف دولار، ولكن بعد 21 مارس قيمتهم 57 ألف دولار بس. طيب ايه الحل ان انا احافظ على قيمة فلوسي، زائد ان هو متوقع جدا خلال الايام اللي جاية تنخفض تاني قيمة الجنيه مقابل الدولار؟ الحل اننا لازم نحول فلوسنا السايلة لاصل امن زي العقار، لان العقار ابن بار سعره عمره ما ينقص بل سعره بيزيد، زائد ان هيحصل طفره في السهم السعري في الايام اللي جايه دي بسبب زياده سعر مواد البناء والاسمنت والحديد على المطورين. فطبيعي جدا المطورين خلال الايام اللي جايه هيزودوا السعر جدا. متوقع خلال الايام يزيد سعر العقار من 20 ل 25% في العاصمه الاداريه الجديده. طيب ازاي اقدر اكسب 1.5 مليون على المليون اللي انا هدفعهم في خلال ايام زي ما انا قلت لكم في اول الفيديو؟ الفكره كلها النهارده لو هنتعاقد على وحده ب 10 مليون جنيه هندفع مقدم 10% بس وهو مليون جنيه، ولو زاد سعرها 15% بس فهتبقى ب 11 مليون ونص. يعني في فرق 1.5 مليون على المليون اللي انا دفعته. فانا لو دفعت مليون جنيه وكسبت 1.5 مليون فانا كده مربحي 150% في خلال ايام. طبعا زياده السعر لسه هتزيد تاني، والحمد لله النهارده في مطورين زودوا اسعارهم وفي مطورين لسه ما زودوش اسعارهم، واحنا كشركه ARG لسه معانا وحدات اكسكلوسيف بالسعر القديم لسه محافظين عليها، مختارينها على اساس KPIs ومعايير قياس. حضرتك تقدر تطمن وانت بتاخد قرارك الاستثماري فيها. تقدر تتواصل معايا على الرقم موجود قدامك على الشاشه على الواتساب، وانا هكون في خدمتك انا وفريق العمل، ونختار لك افضل قيمه مقابل سعر، ونضمن لك اوراقك القانونيه وتفاصيلك الهندسيه كلها، وبنجيب لك افضل قرار استثماري بخدمه مجانيه بنسبه 100%. لسه قدامك الفرصه في وسط الظروف دي كلها انك تطلع كسبان. في انتظار اتصالاتكم واستفساراتكم، معاكم في اي وقت. شكرا لكم.